وانا لا ابحث عن مبررات. انا الوداد صحيح الشوط الاول لم يكن كان خارج التغطيه، لكن الشوط الثاني استحق ان يكون افضل. كان هناك بعض الاخطاء التحكيميه اللي لازم نتكلم عليها في الشوط الثاني، اللي ايضا ممكن اخرجت الوداد نسبيا من المباراه، خصوصا عندما لم يحتسب ضربه جزاء، لم يحتسب الخطا اللي من بعده تعطى ضربه جزاء. شوف هذه هي الكره اللي ممكن كان منها ضربه جزاء. شوف هنا دفع من الخلف لمعلول للعملود، كان يستحق عليها ضربه جزاء. شوف هنا الارتقاء الاول، ثم هي دي مش فاول يا عزيز؟ لا هو واحد بينط على الكره، واحد بينط على الكره، كوع في دماغ معلول. لا هو لا انا بقول لك كوع في دماغ معلول. وين معلول مش من البدايه بس معلول مش طالع عليه الكره وائل. من البدايه يا عزيز، من البدايه كوع في دماغ معلول. ولو الزقه دي في ضربه جزاء يبقى الكره اللي في الشوط الاول تبقى محضر واسم لا قضيه في الشرطه يعني. شو هذه ضربه جزاء. فيها الكره الثانيه فيها خطا واضح. شوف دفع من وراء واضح. اللاعب لاعب الكوره يا عزيز. يعني الحاجات دي يعني مش دي اللي تتحسب ضربه جزاء. لا بس انا بقول لك كنت لعيب كوره وانا لعيب كوره وحاتم لعيب كوره. في كوره خطا واضح للوداد ما تتحسب للوداد. بعد ذلك هدف الثاني للاهلي، مترجد رايح بالكره. هذه فاول، هذا فاول على الاول، هذا فاول يستحق عليه كارت اصفر. ولو اخذ كارت اصفر مروان عطيه ما يلعبش مباراه الاياب. اذا هنا وائل بامكانك تتفاعل مع الكابتن عزيز. ما انا بتفاعل مع الكابتن. لا هذه كارت اصفر. لو ياخذ كارت اصفر ما يلعبش مباراه الاياب. مروان عطيه ما يلعبش مباراه الاياب. المهم هذا اقل. شوف انا ممكن اقول لي انا مش مؤثر على المباراه، انا بتكلم كثير على الاخطاء اللي مؤثره على المباراه. ضربه جزاء والخطا على مترجي اللي لازم يتصفر عليه. هذا من وجه رايي وائل. ممكن اتكلم انا؟ تفضل. لا بس جيب اللقطه بتاع الكره لا الكره بتاع الفاول. شوف وائل يعني هي فيها فاول. لا فيها فاول يعني. انا مش مختلف معاك يا عزيز، انا مش مختلف معاك. يعني يبقى القرار بعدين. وانا لما اتكلمت على الحكم، يا عزيز قلت الحكم مهزوز لان دي قرارات بتاثر في سير المباراه. هنا هذا فاول صح ولا صح؟ الحكم لم يعلن على الفاول وسوء تقدير. بس اولا يا بس حاتم انا معاك ان هي فاول. بعد الفاول لازم نبقى مركزين صح ولا لا؟ انا مش بتكلم. انا هقول لك، بس انا بعلق على الكلمه اللي انت قلتها. هنا لو دي فاول، اللاعب الخطوتين ثلاثه اللي خدهم بعد الكوره هم اللي ادوا الايحاء للحكم الكوره دي. خلينا انا مش بتكلم في هذه النقطه، انا معايا ولا انا اتكلم على اخطاء الوداد. خليه يجيب الاعاده البطيئه، بس يجيب الاعاده الوداد. هنا نتكلم على كوره بدايه من حارس المرمى. تمام. احنا لا نتكلم على كوره لعبت كونتر اتاك من الفاول، احتج الوداد لعبت كونتر اتاك. احنا نتكلموا على فاول. هي دي بدايه اللعبه يا مهند. اللقطه دي ده اخر لاعب فعلا في يعني الهاندبول. الهاندبول ده اخر لاعب فعلا عطيه يعني الله هنا. يعني هنا هل تستحق كارت احمر او لا؟ لان هو اخر لاعب. هذا سؤال. يعيد اللقطه دي تاني بقى من اولها. انا ما شفتهاش غير دلوقتي اهو. ده هو اخر واحد في الملعب يا مهند، لابد كارت احمر. هذا سؤال يطرح للكابتن وائل جمعه حاتم عزيز. لا هاتها من الاول. من البدايه. لا مش دي، قبل كمان لازم الحاله تعطينا اللي هي اللقطه الاوسع اللي بتبين دي. هنا كارت احمر لان هو اخر واحد. بص هنا كل اللعيبه قدام، هو اخر واحد هو عطيته الله. بص اخر لاعب في الملعب. اخر لاعب مفيش لعيب بعديه. اخر لاعب في الملعب اهو. عد لعيبه الوداد اللي هنا هتلاقيهم 10 لعيبه. وائل اوكي معاك انا. لا احنا لازم انا بحسبها واحده بواحده يا عزيز. واحده بواحده. لكن هذه كارت احمر، والثانيه ضربه جزاء، والثالثه فاول. يعني اللي واضح مش حنكذب. اللي واضح. انا حسب رايي المتواضع حقيقي يعني. حسب رايي مبعوث السلام. شوف انا اعتقد معلول يعني. احنا بنتكلم كوره يا حاتم. احنا بنتكلم كوره. مش لا انا اتكلم على البينالتي الاول معلول. مستحيل تتحسب ضربه جزاء. لا مش لو في مستحيل. ليش هي الزقه دي مستحيل؟ علاش للاهلي مستحيل؟ لا لو على الاهلي هقول يا عزيز. كن معقول يا وائل. لو على الاهلي انا هقول. واش واحد دافع من ورا بتقول لي مش؟ لا لو على الاهلي ضربه جزاء انا هقول لك ضربه جزاء. هذه قلت لك انا هذه كارت احمر. لانه اخر مدافع وانت تقول لي هذه والثانيه مستحيل. الاهلي ضربه جزاء انا هقول لك ضربه جزاء. يعني يقول لي مستحيل. لو على الاهلي ضربه جزاء هقول لك على الاهلي ضربه جزاء. انما دي مش مستحيل. خليه يكمل الفكره. انا بتكلم ان الزقه بتاعت معلول دي تحصل زيها
300 مره في داخل منطقه الجزاء يا مهند، ما تحسبش ضربه جزاء. يعني زقه عاديه عاديه جدا، طيب احتكاك عادي. ردها عليه. لا هو قال زقه عاديه. جيب الفار وشوفها واش عاديه. جيب الفار شوفها. هات الفار. اللاعب لاعب الكره بدماغه عادي جدا. هو رايح بدماغه، واحد دفعه من ورا. انت لو بتحسبها كده يبقى اللعبه من البدايه. شوف هو طالع براسه، طالع ما فيهاش، طالع براسه. شوف هات هوب ودفعه من ورا. كوع في دماغ معلول في ظهره، مش في دماغه، في ظهره. كوع في طيب دماغ معلول. استمعنا لعزيز وجهه نظره. نضيع الوقت في الحالات التحكيميه. لواء الجمعه. طيب خلونا مبعوث السلام نسمع وجهه نظره في هذه الحاله. حاتم. انا اعتقد صعيب الحقيقه، يعني هو ارتقاء الاول ارتقاء سليم بالنسبه للاعب المغربي. يعني ما فيش كوع في دماغ معلول؟ لا ارتقاء سليم، لا توجد الارتقاء هذا، لكن في الارتقاء لم يكن هناك كوع، يعني هو نازل كان. لو لاعب معلول دفع، معلول قفز ودفع بقليل، ليس بالمعنى. يعني انت راجل لعبت في الدوري الانجليزي، انت راجل لعبت في الدوري الانجليزي، دي ضربه جزاء؟ لا بس انا لا بس خلاص. انا رايي طيب. رايي الخاص. طيب استمعنا الى كل الاراء، وكل الاراء مسؤوله من اصحابها. الحديث عن عزيز لكن بنيج وكذلك الفاول اللي جاب مبعوث السلام. انت ما عاد اسكت بقى كوفي عنان انت.